او حلين في منتهى البساطه والسهوله والسرعه لعلاج او السيطره على حموضه المعده بقى ومشاكلها وقرفها. الناس كتير جدا بتعاني من المشكله دي، زي ما قلت لكم في ناس ما بتنامش اصلا بسبب حموضه المعده. من افضل واسهل واسرع الحاجات لعلاج حموضه المعده. قول لي هم سهوله الاستخدام. هو مجرد كيس استحلاب كده هتستحلبه وانت واقف في الصيدليه، مفيش اي مشكله لو انت في اي مكان بره البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم الدكتور رمضان خيري في فيديو. النهارده يا جماعه جايين نتكلم عن مشكله كبيره جدا، وهي مشكله حموضه المعده. طبعا دي مشكله كبيره في ناس كتير عارفين ما بيناموش من حموضه المعده وحرقان الصدر واحساسهم بالترجيع، اللي طبعا بيكون يا اما بعد اكله او دايما هم حاسين بالمشكله دي لاسباب زياده الحمض في المعده او سبب ارتجاع فم المعده او ارتجاع المريء. وطبعا اي حد بيجيله حموضه اول حاجه بيفكر فيها ان هو يبعت الصيدليه يجيب فوار فواكه. ويوم يعني لو حد فاهمين شويه او فاهم في الموضوع شويه ممكن يبعت يجيب فوار رن. دول طبعا اشهر حاجه لعلاج او الناس بتستخدمهم كعلاج للحموضه من الصيدليه. بس اللي انا عايز اقوله ان دول مش علاج ومش حل نهائي، بالعكس. واحد زي فوار فواكه ده او فوار فروت ده يمكن واحد من اكتر الحاجات اللي بعد كده بتكون هي مشكله الحموضه، واللي بيكون سبب في ان الحموضه بترجع تاني زي ما هي بدون وما عادش بيعمل اي نتيجه واي مفعول مع الناس. طبعا فوار راني يمكن هو ماده فعاله طبعا من المواد اللي بتقلل افراز الحمض في المعده، وهو من الحاجات اللي انا شخصيا بحبها وطعمه حلو جدا خصوصا لو عملته بميه ساقعه، ولكن هو مش حل برضه نهائي، لان اللي بياخده مره واحده والسلام. وانت عشان تستخدم الماده الفعاله دي الفاموتين كعلاج انت تروح تجيب الانتودين اللي فيه الماده الفعاله دي وتاخد منه مرتين في اليوم لمده اسبوع 10 ايام، وقتها ممكن فعلا يجيب معاك نتيجه. ايوه الراني بيجيب نتيجه يمكن لحظيه، بس بعد كده تلاقيهم على طول ماشيين بالراني. طبعا ما ينفعش، احنا عايزين حل يمكن مش هنقول حل جذري، حل اكيد وحل ان هي ما ياثرش بعد كده على عليك او يجيب معاك نتيجه، ومش كل شويه تروح تجيب فوار فواكه او فوار راني. ده غير ان في مشكله كبيره بتواجه ناس كتير. انت لو انت بره البيت ومعدي على صيدليه فمش هتقول له هات لي كوبايه ميه، ممكن في ناس بتحرج او ممكن ما تلاقيش ان في كوبايه ميه في الصيدليه، ممكن حاجه زي كده يعني تكون مش موجوده. فطبعا الموضوع بيبقى سخيف شويه. فانت عايزين نخرج بقى بره موضوع الفوار ده. خلينا في الفيديو ده اكلمكم عن حاجتين او حلين في منتهى البساطه والسهوله والسرعه لعلاج او السيطره على حموضه المعده بقى ومشاكلها وقرفها. الناس كتير جدا بتعاني من المشكله دي، زي ما قلت لكم في ناس ما بتنامش اصلا بسبب حموضه المعده. زي ما قلت لكم هم من افضل واسهل واسرع الحاجات لعلاج حموضه المعده. قول لي هم سهوله الاستخدام. هو مجرد كيس استحلاب كده هتستحلبه وانت واقف في الصيدليه، مفيش اي مشكله لو انت في اي مكان بره البيت. اولهم هو ايه؟ المالوكس ده كيس اهو بسيط جدا ولكن مفعول حلو جدا. في منه بالليمون وفي منه بالفواكه. انت بس تفتح الكيس وبتستحلبه وفي وقت بسيط جدا بتتخلص من مشكله الحموضه، وممكن تستخدمه اكثر من مره في اليوم مفيش اي مشكله. طعمه حلو جدا فعال جدا، وسعره الكيس ده ب3 جنيه ونص، فهيكون ان هو فعال وسريع ومش هيعمل لك المشاكل اللي احنا قلنا عليها في فوار الفواكه، ومش هيعوز وقت كتير زي الراني. فهو فعال وسريع، وميزته ان هو زي ما قلت لك وانت واقف كده من غير لا ميه ولا غير اي حاجه تستحلب الكيس هيجيب معاك مفعول. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي انا عايز اكلمكم عنها؟ برضو اكياس استحلاب جافاسكون على فكره في منه علبه كده ازاز، وهو مستورد من افضل ادويه علاج الحموضه السريعه اللي موجوده في الصيدليه. اللي زي ما قلت لك برضو في منه علبه يعني زي كده، علبه اهي زي دي العلبه بتاعته. ثمنها كام؟ ثمنها 91 كام؟ 97 جنيه. دي كانت اخر مره شفتها كانت ب 61 جنيه، بقت ب 97 جنيه. ده في منه بطعم اليانسون وفي منه بطعم النعناع. الطعم حلو مفيش مشكله، ولكن المهم هي فاعليته. في نقطه مهمه جدا ناس كتير بتستخدم الجافاسكون ما تعرفش النقطه دي، وهو انك بعد ما تاخد الجافاسكون ممنوع تاكل او تشرب لمده ساعه. ليه؟ لان هو بيعمل ايه؟ بينزل المعده يعمل زي غلاف كده او طبقه حوالين الاكل ويقلل افراز الحمض في المعده. ان انت اكلت او شربت فانت بوظت موضوع الشغل ده خالص، وانت كده مش هتاخد منه مفعول. يبقى انت ليه تروح للراني وتروح للفوار الفواكه وانت قدامك المالوكس والجافاسكون حاجه محترمه وسريعه، وانت واقف ممكن هتفتح الكيس وتشربه وخلص الموضوع وكان الله بالسر عليم. فاحنا بندور
مش بس على المفعول كويس، احنا كمان بندور على السرعه وبندور على سهوله الاستخدام. كيس الجفاسكون على فكره ب 6 جنيه الكيس الواحد، وزي ما قلنا العلبه ب 97 جنيه لو انت عايز علبه تخليها عندك في البيت لو الموضوع متكرر، او لو انتوا اكتر من حد في البيت بيعاني من مشكله الحموضه. زي ما قلت هي مشكله بصراحه رخمه وبتعمل بعد كده مشاكل، ان زياده افراز الحمض في المعده هيعمل لك التهابات في المعده، قرحه في المعده، حاجات انت في غنى عنها. عشان كده احنا كنا بنقدم في الحلقه دي حاجه سهله وسريعه ومفعول اكيد، بدل بقى فوار الفواكه والراني والحاجات اللي احنا متعودين عليها دي. ده كان كل حاجه اتكلمنا عنها النهارده. اتكلمنا عن علاج حل سريع وبسيط لزياده افراز الحموضه او احساس بالحرقان الصدر، او انك بتيجي بالليل مش عارف تنام او حاسس انك عايز ترجع. فده طبعا هيكون حل سريع وممكن تعتمد عليه، وحل لو الموضوع بقى معاك كبير والتهاب في المعده، قرحه معده، فوقتها بيبقى في ادويه في الصيدليه بتتاخد حبايه مره واحده يوميا لفتره مثلا 14 يوم او شهر. اتكلمنا عنها وممكن نتكلم عنها بعد كده، بس مش عايزين نطول الفيديو اكتر من كده. وقتها طبعا بيبقى علاج نهائي، ولكن احنا اتكلمنا عن علاج سريع وبسيط لموضوع الحموضه في المعده من خلال المالوكس او 3 جنيه ونص او الجفاسكون. قلنا الجفاسكون ممنوع اكل او شرب بعده لمده ساعه، ان هو شغله بيعتمد انك ما بتاكلش وتشرب بعده عشان بينزل يغلف يعمل طبقه حوالين الاكل ويقلل افراز الحمض. اتمنى تكون الحلقه مفيده واتمنى تكونوا استفدتم. يا ريت لو انت استفدت اعمل لي لايك للفيديو، ما تنساش ان انت لو مش مشترك واول مره تشوفني فانت تعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله، وتتابعني اول باول ان شاء الله في الفيديوهات اللي لسه هتنزل على القناه. لو في سؤال مش واضح بخصوص الحاجات اللي انا اتكلمت عنها، الجفاسكون او المالوكس، او بقى عن ادويه الحموضه بشكل عام او ادويه قرحه المعده بشكل عام، سيبهولي تحت في التعليقات وانا اجاوبك عليه بسرعه ان شاء الله. او سؤال يتعلق باي شيء يخص الادويه الصيدليه، كمان هتلاقي موجود على القناه فيديوهات كتير تخص التخسيس وتخص بعض استخدامات الادويه المشهوره اللي اتكلمنا عنها قبل كده واللي لسه هنتكلم عنها ان شاء الله. عشان كده لازم تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك في القناه، وتشير الفيديو ده لاي حد بيعاني من مشكله الحموضه. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.